حبايبي طلبه التانية الصغيرين اللي عمالين يقولوا لي انت مهتم بثالثه بس وما بتعملش اي حاجه التانية مركز مع ثالثه جدا يا عمي. لا انا شايل لك والله العظيم التقيل انك تنجز الدنيا. انا ما بغيبش كده يا انت، انا بغيب عشان افنن، عشان ارسم، عشان اخطط. انا عارف ان انت قاعد اصلا ومريح استراحه محارب عشان بتوفر طاقتك لثالثه ثانوي. طبعا المحارب اللي هو لسه ما حاربش اي حاجه في حياته بس هو بيرتاح، مش مهم. تعدي يا جماعه، ما تبقى بني ادمين. او ايا كان ظروفك ايه، انا هلم لك الدنيا الترم ده في اسبوع اسبوعين، تدخل الماده في جيبك، انت مش محتاج اي حاجه في الدنيا. انا معاك، انا بنفسي معاك. ده معناه ايه بقى؟ سكينه بقى، وتطلع ورقه وقلم يا حلو وتتعلم. فتعال نشوف، لو انت طالب جميل من اللي هو ما بيعملش اي حاجه، سقط حصص كتير، كان وراه مشغوليات في الحياه، الدنيا كانت سرقاه فهو كان مشغول فيها عن الحصص ما حضرش، المهم وقع حاجات كتير، او حضر يا عيني بس ما كانش عنده الوقت اللي هو يذاكر في نفس الوقت، فهو ما بقاش فاهم وبقى عنده فجوات كتير في المنهج وواقف قدامه حاجات كتير. احقاقا للحق احنا ما عندناش اي حاجه في اي حاجه، بالصلاه على النبي احنا ما عملناش حاجه. ايه رايك بقى هنزل لك المنهج كله شرح انتظامي، فكره بفكره، مش تلخيص، الانتظام اللي بجد، الشرح كانك حاضر السنه كلها وتبقى عارف الاساسيات وكل التطبيقات، كانك ما فوتش ولا دقيقه في ولا معلومه علميه. هلم لك الدنيا وتبقى حريف زيك زي اللي كان ملتزم بالظبط. ده كله هتوفر لك على المنصه لكل الملتزمين معايا من غير اي حاجه، موجودين يدخل كده على المنهج كله، يسلكت اللي هو عايزه، يشوف محتاج ايه بالظبط يختاره ويشوفه ويروق على دماغه ويبقى عارف كل حاجه. بسم الله ما شاء الله، ده حاجه حلوه قوي. لو انت طالب تاني، حد من اللي ربنا كرمهم بيتابعوا اول باول وفاهم كل حاجه، بس انت محتاج الفنيات والتطبيقات الخلاصه في وقت قليل، ايه رايك بقى اللي هي ليله الامتحان دي انزلها لك مسبقا او انزلها لك قبل ليله الامتحان؟ انا عارف انكم دلوقتي مشغولين ومش حابين تنزلوا او تلفوا كتير، ايه رايك انزلها لك منصه والمنهج كله في حيالله ساعتين مثلا، ساعتين كده تعرف فيهم الفنيات وتراجع المنهج بقى، تشوف الحصه الانتظاميه مره تانية، ده برضه هتحولك موجود. خلاص عرفت الاثنين وبقيت انت زي الفل، عارف الشرح الانتظامي وعارف الفنيات، عايز تحل كتير بقى بره مصدر واحد يعني وتعرف فنيات بقيه الكتب، ايه رايك اجمع لك كل الافكار الفنيه من الكتب الخارجيه زي التفوق وزي المر، الافكار دي ما شفتهاش قبل كده احنا حلينا، والافكار الزياده اللي ما اتحلتش او الافكار الجميله اجمعها لك في محاضره، كانك انت اللي فات على الكتب وحليت كل حاجه وخلاصه الخلاصه متقدمه لك، وده كله هيبقى متاح وانت قاعد في بيتك معزز مكرم على منصتنا جميله اللي هتجمعكم، فما تنسوش تدخلوا عليها وتاخدوا الاكونت كده، يبقى انا حليت لك كل مشاكلك، عملت كل اللي عليا، مفيش حد عنده اي حجه ايا كان ظروفك، موضوعك اتحل. وحاولوا الاجازه الجايه تستمتعوا على قد ما تقدروا، كل متعه الدنيا الحقوها في الاجازه الجايه، الله اعلم وضعكم في الاجازه اللي بعدها هيبقى ايه. ربنا يوفقكم يا رب، يحميكم، مع السلامه.